السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة هنعمل بطاطس محشية لحمة مفرومة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، طريقة اقتصادية. عايزاكي تنسي اي طريقة تانية شفتيها وجربي الطريقة دي. انا واثقة انها هتعجبك. البطاطس المحشية دي يعني بالرغم من بساطتها وانها غير مكلفة، يعني مش مكلفة قوي، بس بيبقى شكلها حلو قوي في العزومات، بيبقى شكلها شيك في العزومات. فلازم هتكون على سفرتك لو انت عندك عزومه في رمضان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نروح ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. انا هنا جبت 2 كيلو بطاطس، وانت بتنقي البطاطس تنقيها تكون صغيره ورفيعه علشان يبقى شكلها شيك وما تاخدش وقت معانا لما تدخل الفرن في التسويه. وقورتها، بس وانت بتقوريها خلي بالك انها ما تبقاش رقيقه. خلي سمكها يعني زي ما انت شايفه كده السمك ده، علشان ما تتهريش منك، يعني تتهري وتتفتح منك. السمك ده حلو قوي زي ما انت شايفه كده. الله عليا، شايفين التقوير يا جماعه؟ نروح بقى نحضر العصاج. العصاج هيبقى عباره عن ربع كيلو لحمه مفرومه. ايوه، هنحشي ال 2 كيلو ربع كيلو لحمه مفرومه. ربع كيلو لحمه مفرومه في حله سخنه جدا على النار، حطيته واديته تشويحه كده لحد ما لونه اتغير. ونزلت ببصلايه متوسطه متخرطه خرط رفيعه كده زي ما انت شايفه، واديهم كمان كده تقليبه. البطاطس بقى اللي انت طلعتيها، التقوير بتاع البطاطس، قلب البطاطس مش هنرميه. انا غسلت منه جزء وصفيته وهضيفه على العصاج. ما تخافيش خالص، ما يعني طعمه ما بيبانش، يعني مجرد ما بتستوي ولا كأنك حاطه فيها بطاطس، يعني محدش يعرف اصلا ان انت حاطه بطاطس في اللحم. وهنسيبها بقى لحد ما تستوي. نغطي بقى عليها كده ونسيبها لحد ما تستوي تماما. خلاص هنا كده كانت استوت. اظبط بقى الملح وكمان معلقه من الفلفل الاسمر والكوبيبه صيني، مش هنحط اكتر من كده، فلفل اسمر وكوبيبه صيني. واحشي بقى يا ست الكل. عايزه اقول لك انها ما بتاخدش، يعني ما بتاخدش حشو كتير. يعني الربع كيلو اللحمه ده هنحشي بيه 2 كيلو بطاطس، هيبقى تمام جدا. وابتدي بقى احشي كده. والقالب بقى اللي انا هسوي بقيه البطاطس، طبعا البطاطس دي احنا مش هنرميها، مفيش حاجه بنرميها دلوقتي. غسلتها وعصرتها وفرشتها في الطاجن اللي انا هدخله الفرن. وتحشي بقى كده وترصي في الطاجن. واحده كمان اهي. الله عليا، لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لايك. وصلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات. بس كده نيجي بقى هندخلها الفرن. حلو قوي، حلو الكلام. هتجيبي معلقتين صلصه وهنحط عليهم كوبايه مرقه او كوبايه ميه، وظبطي الملح والبهارات بتاعتك وابتدي اسقيها وغطيها ودخليها الفرن. او غطيها وحطيها على عين البوتاجاز 10 دقائق وبعد كده دخليها الفرن. بس حاولي ان انت تغطيها، يعني غطيها بورق فويل، غطيها بصينيه في الفرن عشان تستوي. وزي ما انت شايفه كده احنا ما قليناش البطاطس، وفي نفس الوقت البطاطس استوت زي ما انت شايفه. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نقلي البطاطس. يا رب يكون الطريقه عجبتكم وافادتكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم.